كيكة اللبن الزبادي سهلة وطرية ولذيذة وتذوب بالفم. أحتاج بيض وخل أخلطهم مع بعض وأحط الفانيليا والسكر والزيت. أحط علبة من اللبن الزبادي تكون بحرارة الغرفة. أضيف عليها الدقيق والبيكنج باودر والكربونات. أخلطهم خلط يدوي وحتروح على صينية مدهونة زيت وتروح على فرن حرارته 160 درجة لما تستوي. أخرمها وأخلط كريمة مع حليب مع سكر. أحطها على وجه الكيكة وأتركها تبرد. عندي 3 قطع من الجبنة الكريمية مع علبة قشطة مع حبة من دريم. أخلطهم كويس. أحط جزء منها على الصينية وأتركها تبرد. أكرمل السكر. أحط قطعة من الزبدة أحط عليها كريمة وقشطة. أخلطها كويس على النار وبعدين لو حسيتها تقلت شوية حطيت عليها شوية موية. أحطها في كيس حلواني أحطها على الصينية بعد ما تكون بردت تماما. أزين ببقية الكريمة اللي عملتها وأقدمها باردة ولذيذة وبالعافية.